دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا يوم الدين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى، أنا ابتديت الفيديو معلش بقى سامحوني لو كان صوتي نشاز، سامحوني، بس أنا بجد الأغنية دي بعشقها وفي قلبي كده بتهز قلبي. لما كنت بسمعها وأنا طفلة كنت قلبي كده بيتنفض، يعني ليها كده حاجة كده في قلبي الأغنية دي لما كنت بسمعها، ودايما برددها من وأنا طفلة لحد الآن، برددها وعمرها راحت من بالي أبدا، لأن بصراحة أغنية فعلا تهز القلوب. فعلا فعلا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وملائكته يصلون على النبي، يعني في أكتر من كده إيه؟ الله وملائكته يصلون على النبي فعلا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. النهاردة يوم جميل جدا، وبنعلم ولادنا قد ايه احنا بنحب الرسول وبنحتفل بيه، وذكراه مش ممكن تمر كده مرور الكرام، مش ممكن ابدا. لازم اليوم دوت يكون مميز جدا بالنسبة لنا، يعني وبنعلم ولادنا ان هو يكون مميز جدا برضو بالنسبة لهم. فانا مش مع اي حد ابدا ابدا يقول اوعى تحتفلوا بحلاوه مولد النبي، لا بالعكس، ده احنا لو في اكتر من حلاوه هنعمل وهنجيب، لان مفيش احلى من اليوم دوت، ولا احلى من الذكرى ديت، ولا اعظم ولا يعني. طبعا العظمه لله، لكن اليوم ده برضو في قلوبنا له مكانه كبيره جدا. ف اللهم صل وسلم وبارك عليه. احنا دايما طبعا في كلامنا بنصلي على النبي وبنذكره وبنذكر الله، فطبعا الذكرى يعني لازم يبقى فيه كده يوم نحتفل بيه. وما كناش نحتفل باليوم دوت هنحتفل بايه؟ يا رب يا رب يجمعنا بالرسول ونزور المسجد النبوي الشريف، يا رب يا رب ينولها كل محب وكل مشتاق. كل مشتاق يروح يا رب يزور مسجد الرسول ولأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي نفسي أزورك يا نبي لأجل النبي. يلا بقى، أنا النهاردة هقلبها لكم أغاني استحملوني بقى، أنا فرحانة. والله والله فعلا فعلا يوم جميل، ونفسنا فعلا نزور النبي كلنا. يا رب تكرم كل مشتاق وزيارة النبي، يا رب تكرم كل مشتاق بزيارة النبي، اللهم امين. والله والله يا ولاد صدقوني، مرة حلمت بالرسول، معرفش بقى هل هذا يعني بيقولك دايما اللي بيحلم بالرسول كأنه شافه في الحقيقة. فصدقوني والله والله ما بكدب، انا مرة حلمت بالرسول كأنه قمر في السماء، كأن يعني هو وشه مكان البدر، وانا ببص كده في السماء شفته، بقول هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم. ف يعني كنت بشاور لحد يعني وبقول له بص هو ده الرسول كده، فاهمني؟ فسبحان الله ولا اله الا الله، والله الحلم يعني ما بيكدبش فيه، هو سبحان الله هو جالي كده كأنه بدر في السماء.
وشفته وكنت فرحانة قوي في المنام ان انا شفته. فيا رب يا رب يجمعنا بيه ونشوفه يا رب في الجنة ان شاء الله. اللهم اكتبها لنا يا رب. و... وان شاء الله يكون فيديو حلو يعجبكم، ومع السلامة، ونتقابل في فيديو جديد. مع السلامة.